ناس هم اللي بيحاولوا يوصلوا للجماعات الارهابيه والداعش دي، ومنهم واحد من الشباب اللي اعلن مبايعته لداعش، بس ستر ربنا انه اتجاب واتظبط واتقبض عليه قبل ما داعش هي اللي توصل له. تعالوا نسمع اعترافاته، رغم ان هو عمل بعد كده عمل سوسن. أنا أبايع الشيخ الإمام أمير المؤمنين إبراهيم علي محمد البدري القرشي الهاشمي الحسيني على السمع والطاعة في المنشة والمكره. يا فندم أنا ما بريدوش يا فندم، أنا أعجبت بالفكرة بعد كده رجعت عن الرأي. أنا قلت لحضرتك أنا رجعت عن الرأي ده يا فندم. رجعت عن الرأي زي ما أنا كنت حضرتك مشيت مثلا في المظاهرات ورجعت عن الرأي ده. أنا ندمان على هذا الفيديو طبعا. أنا كنت بهزر، أنا عايز أطلع يا فندم أموت أحلق دقني دلوقتي. انا كان فيها هزار يا باشمهندسين. انا ممكن احلق دقني دلوقتي؟ كنت بهزر. امال بس الغضنفر الاولاني بس انا وبايع ومش عارف ايه في المنشط والمكره، وحسستني ان صلاح الدين الايوبي داخل عليا. ايه بقى؟ وطبعا لو ما كانش اتقبض عليه وما كانش التسع وحوش اللي حواليه دول واقفين وبتاع، كان راح وبايع وسافر، وزي ما شفناه في فيديو من الفيديوهات اللي هنشوفها بعد كده هو بيذبح ناس ومش عارف ايه، وقال لك خلافه الاسلام وكذا. بس عشان اتظبط، مش اتظبط معناها ان هو اتظبط، لا بيتظبط، اتظبط صح. قلت لكم عمل سوسن يا فندم، انا بهزر.